النهارده هنجرب انا وحسين ابني، هنجرب مشروب غريب وعجيب جدا بالنسبه لي، بما انه كان امنيه حياته ان هو يجربه، وكان بيروح يتصور جنبه وحاجات كده. بجد وصلوا بالمشروب ده عالميا ان العيال لمجرد انها تقف يعني تتصور جنب المشروب هم كده جامدين جدا. فايه بقى اللي جاب واللي اشترى؟ مشروب غالي قوي 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 ومكسر الدنيا بره. هنعرف قصته بس مش مني، اكيد من حسين. تعالى يا حسين. حسين ابني ازيك؟ ازيك؟ النهارده هنجرب مع بعض المشروب اللي قلت لنا عليه برايم. واللي جالك. أيوة. وانت مبسوط ايوه جدا. جدا ومتحمس؟ ايوه. انا مش متحمسه خالص خالص، ومتاكده ان هو اكيد هيطلع وحش قوي. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. نجهز بقى ايه كوباياتنا كده. انا مش متحمسه خالص. انت متحمس جدا. يلا بينا. المشروب ده احكي لي قصته. اسمه ايه الاول؟ اهو اسمه برايم. برايم. عامل قلق صح؟ البرايم ده عامل قلق في العالم كله. اوكي، احكي لي بقى مين اللي عمل المشروب ده؟ اللي عمله ها؟ كي اس اي ولوجان بول. ايوه. وبس. مين بقى دول؟ دول اللي عملوا البرايم. ها؟ يوتيوبرز مشهوره جدا. يوتيوبرز، يعني دي ناس بتطلع على اليوتيوب وانتوا بتتفرجوا عليهم. بيقدموا ايه بقى على اليوتيوب؟ بيقدموا حاجات كوميدي وحاجات بتخليكوا تتسلوا بيها. اوكي، فهو محتوى مسلي عادي جدا. ناس بتطلع على اليوتيوب قرروا ان هم يعملوا مشروب علشان يستغلوا طبعا الناس اللي بتتفرج عليهم، وتقريبا جمهورهم كله من الاطفال لحد سن 16 سنه. يعني اكبر حد ممكن يبقى بيتفرج ومتاثر بيهم هم الاطفال سن 16 سنه. المشروب ده اسمه برايم صح؟ صح. بالوان كتير واشكال كتير قوي، انا بشوف منه الوان كتيره قوي. المشروب ده بيتباع بكام في مصر يا حسين؟ من 700 جنيه ل 800 جنيه. تخيلوا، 700 800 ولا انا شفت ب1000 وشويه كمان. 1000 ده كان في سنة. اوكي مش هنقول اماكن، ماشي. كان في من اماكن تانية بتبيعه ب1000 جنيه. تخيلوا، يعني تخيلوا ان ممكن طفل يروح يشتري ازازه زي دي ويدفع فيها 1000 جنيه و700 جنيه و800 جنيه، واحنا شفنا ناس اشتريتهم عادي جدا. بس بما انه جاي لنا هديه فكان لازم نعيش التجربه مع بعض ونقول لكم راينا الحقيقي. انا عن نفسي لو هو بجد مشروب حلو هقول ان هو حلو. مش انا كنت ضد تماما ان احنا طبعا ندفع جنيه فيه، وكان عمري في حياتي ما هشتريه ولا هدفع فيه جنيه. صح يا حسين؟ فاكر؟ كان كل شويه يجي يقول لي البرايم بقى انت تقول له ان شاء الله يبقى بكام؟ لا، نو واي يعني. فهنبتدي. يلا بينا. ابتدي انت الاول عشان هو بقى دي بالنسبه له اللحظه الحاسمه. هو كان هيتجنن عليه، فهم يعني قرايبنا اللي جابوه هديه دول عملوا له احلى حاجه في الدنيا. اتفضل. هو اصلا شفاف يعني كمان ما فيهوش لون. ادوق. يلا دوق انت، دوق الاول بس عايزاك تقولي الحقيقه بجد. او زي شوبس. زي شويبس اللي بالايه؟ اللي بالباينابل. اللي بالاناناس. ايوه. ريحته غريبه قوي، ريحته مديه على دوا شويه. يلا. حلو جدا. وحش جدا. لا انت بتهزر بجد؟ عجبك؟ حلو. ازاي حلو؟ ازاي؟ مسكر يعني؟ حلو مسكر، في سكر، ميه بسكر، وفيها ريحه الادويه كلها اللي انا اعرفها مع طعم البروفين. بالظبط. لا بجد لا مش حلو خالص. لا مش حلو خالص. طب هما ليه لما عملوا حاجه غاليه قوي كده ما عملوهاش حاجه حلوه؟ يعني ليه؟ ده بشع بجد. حرام اللي الناس بتعمله في الناس. مشروب غالي قوي وبجد. هو دلوقتي بقى موجود في السوبر ماركتس كلها، يعني انا بقيت شايفاه في اكتر من سوبر ماركت وبيتباع عادي ومحطوط عليه الرقم ده. كل ده بسبب الترند وبسبب انه
بره كل الناس واليوتيوبرز والبلوجرز وكل الناس جربوه وقد ايه بقى اللي عنده برايم ده خطير وفظيع. بس طب انا هسألك سؤال، اللي هو نفسك تجربه تاني؟ يعني نفسك، يعني انت نفسك تجرب فليفر بقى تانية، الاخضر والاصفر والاحمر، بعد ما دقت الطعم ده؟ لا. لا صح؟ طب ما يبقى لا، طالما لا يبقى هو اصلا وحش. هما بس العيال بتعاند، بس هو بجد طعمه وحش قوي ومش ما فيهوش صودا. انا بس وريحته وحشه، ريحته دواء قوي. ما عشان في كوكونات. ده عامل زي الميه بسكر. في كوكونات. كوكونات ايه؟ ولا في كوكونات ولا جوز في اي، الهند. ولا حاسه بطعم اي حاجه من انواع الفاكهه. 10 هو مكتوب عليه ايه؟ 10% كوكونات. ميه كوكونات. ايوه. اوكي. لا وجلوتين فري وكافيين فري. لا كتر خيركم، لا بجد والله كتر خيركم. اي كلام وشغل عيال ووحش ووروا الفيديو ده لعيالكم وقولوا لهم ان هو وحش قوي قوي قوي، وده حاجه ما يدفعش فيها 6 جنيه مش 700,000 جنيه. طيب بما ان سليم جه كمان، فاحب ان انا اعرف من سليم رايه. سليم يبقى ابن عم حسين. يلا يا سليم، عايزين الحقيقه بس. كفايه كفايه، يلا. ايوه انا عايزه الرياكشن الطبيعي. ها تاني. مش برانشكم. لا طبعا. مش برانشكم؟ طب ايه طعمه ايه؟ بروفن؟ زيت. زيت؟ لا بجد طعمه ايه؟ حلو عجبك؟ طعمه بلو بيري شويه. طب وايه حاسس. كمان؟ بس كده. يعني طب لو سألتك حلو ولا وحش؟ يعني يعني اه مش هاين عليك تقول انه وحش صح؟ هو يعني مش عارف ليه حلو ووحش الاتنين مع بعض. بس هو وحش.